السلام عليكم. شلونكم خواتي؟ عساكم بخير. شوفوا عندي الأقمشة اللي راح أخيطها. هاي كلوشة راح تصير مثل المثلثة. راح أصوركم أقصص لكم إياها على ورق، لأن أنا ما عندي تصوير عالي حتى تشوفون القصات. وهذا الدانتيل راح أخليه إلها عندي. وهذه عندي أقمشة قديمة راح أطعم هذا القماش، أسوي برنسيسة. وهذا تطعيم همانيلي عندي راح أسويها. شوفوا، فأصوركم إياه كله على شوفوا. هذه عندي قلبية أو شو يسمونها، دشداشة بيتية، ردانها منها وبيها، يعني ما بدون قصة ردان. هاي هم ملابس قديمة راح نسوي تطعيم إلها، يعني اللون اللي يناسبها راح تطعيم إلها. عرفت شلون؟ هذه مو برنسيسة، هذا فستان أبو الرباط. فستان يجي حتى بالردان رباط. وراح أنسق له لو هذه راح أنسق له إياه. راح أخليه أراويكم القصات مالتهم. زين، عندي هذه مال طفلة، هاي عادي زي هندي، طفلة صغيرة. زين، أشوفكم هذه عندي القصات مالت راح أسويهن على الورق وأشوفكم. شوفوا، هاي أول دشداشة القلبية، أو إحنا قبل نسميها دراعة بيتي، يجي بس بيها بصمة. شوفوا، بقيتها مثلا على 4. شوفوا، أسويها على الورق. هذا هسه حفرت الظهر ويا الأمام، نزال آخذ الكتف، الردان. ايش قد قياس الردان؟ تلقينه واسع لو مو واسع. شوفوا خواتي، شوفوا الحفرة. النوب أنزل نزله فد 10 سنتيم. يلا آخذ، شوفوا الميلان آخذه. شوفوا شلون صارت عندي. هذا ردان من عندها وبيها. شو راح أسوي هسه؟ عندي مثلا هذا ظهر، راح أخذ الأمام، لأني رادلي تصوير حتى واحد يستفاد همه، مثلكم أنا مبتدئة وأحب أتعلم. يعني الأمام هم ناخذ من نزال كتف حتى لا ينزل لي ورا القماش أو دشداشة، ناخذ من عنده صبعين. عندي هنا حفرة التفاحة. شوفوا بنات، شوفوا وصعد بيها حفرة التفاحة. عرفتوا شلون؟ بس أسوي لكم هسه بعد. شوفوها، شوفوا خواتي، حفرة التفاحة السعدية يسموها حفرة التفاحة. بعدين هي بالخياط تترتب. وأخذت من فوق من الردان، ومنه آخذ الكتف شوية، أنزل الردان من هنا. شوفوا خواتي، شوفوا أسوي نزلة إله الردان. هي الردان راح تصير كلوشة، تصير نزالها من فوق، وهذه أو تريدين نزال من فوق من جوا، مثلا تاخذين من هنا أكثر من الردان، فيصير مثل الزاوية الردان ينزل هيجي حسب اللي فصل اللي ترتينه انتي. زين، وتاخذين من هنا صبعين أو 4 أصابع. شوفوا حتى تصير قلبية كلش حلوة. هذا الفصال اللي راح أفصله، طبعا أخليه قراج حسب اللي أنا عندي أسوي. شوفوا عندي هاي القصة الثانية، أطبقها طبقتين. هذا يدونه كلوش. شوفوا ايش راح أسوي. شوفوا، أطبق بس طبقتين، وأطبق طبقتين زاوية، آخذ من عندها. شوفوا ايش راح يصير عندي حسب طول اللي يريد، وحسب الكلوشة يريدها واسعة لو مو واسعة. شوفوا، والنزال مالتها 15 ناخذ مال حفرة الصدر. شوف خواتي، شوف الكلوشة شلون جمال. شوفوها شلون صارت. هذه هسه عندي حفرة الردان، كلها قياسات الردان، والهذا مو نجو نحفر. بس جاي اشوفكم الموديل مالته.
وهذه حفرة الرقبة، والثانية مثلا حسب اللي أريده، مثلا نطلع من عندها قطعة مثلا أو بدي أسويها رباط أو بدي أسويها تفاحة أو حسب اللي أريده. شوف خواتي، والردان اللي يريد ردان اللي يريد بدون ردان بحسب يعني. شوف الكلوشة مالتها. طبعا شوف ايش راح أسوي لكم، راح أنزل من عندها هم شوي آخذ حتى تصير قصة حلوة. هاي تصير مرتبة الكلوشة مالتها. شو شلون هسه مثلا الردان، الردان ترجينا عدل. شوفوا خواتي، ناخذ أول مرة النزال مالتها 14. شوفوا نصعد لفوق. هذه قصة الردان. إنا ناخذ من عندها شبر حسب إيد الزبونة، أو ناخذ أقل، ناخذ 10 سنتيم حسب قياس الزبونة. شوفوا هذا ردان العدل. هذا عندي ردان الكلوشة، مثلا هذا وكلوشة. شوف خواتي هسه هذا الموديل هسه نازل كلش حلو، تاخذي منه هذا الردان. شوفوا هذا راح يصير يم الكتف، وهذه شوفوا الزاوية مالتها، هذا يصير مثل الدانتيل أو فد موديل كركش ينزل من الإيد. شوفوا بنات كلش حلو قصته هذا الردان. هسه عندي البرنسيسة. شوف خواتي هم طبقتها 4 طبقات اعتبار قماش. الله يحفظكم، أنا هم مبتدئة مثلكم، والإنسان شوي شوي يطور حاله. لا أقول لكم أنا خياطة ولا ماهرة ولا. هذا نزال كتف. هاي عندي البرنسيسة. شوف البرنسيسة شقد حفرة الردان حسب قياس الزبونة. شوفوا كلها على القياسات. شوفوا خواتي، ننزل مو من النهاية، وسط الردان حفرته ننزل 10 سنتيم مثل التخصيرة، واللو ندير الزاوية. شوفوا الله يحفظكم. وهذه وآخذ هذا السبعين أو الأربعة. عندي قصة البرنسيسة تجي من هنا، زاوية الردان تاخذين تقريبا 10 15. هاي القصة تصير مثل البنسة، تصير قصة البرنسيسة. شوف خواتي، واللي ما تريد قصة من الردان تقدر تاخذ قصة من هنا من يم الكتف، تصير مثل البنسات، أو تصير قصة كلش حلوة تحل عليها قيراج ترتبها. شوف خواتي كلش حلو مرتب البرنسيسة راح تصير. شوفوا الله يحفظكم، يرزق الجميع، يوفقه، واللي يحب الخياط يحط باله يم الخياط ويتعلم. الخياطات مو رأسة صار الخياطات، هم دخلوا دورات وتعلموا وشافوا. الله يحفظكم.